السلام عليكم عاملين ايه؟ اسف على التأخير بقى أكتر من 12 يوم أو أسبوعين تقريبا ما بنزلش فيديوهات، ده كان لسبب خارج عني كنت بانقل وكده أديني رجعت. والمسلسل اللي هنتكلم عنه النهاردة هو مسلسل اللي شغل السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، بالطو. المسلسل ده مع أول حلقتين نزلت فيديو عنه، كنت مبسوط بالفكرة وكنت في نفس الوقت قلقان شوية من اللي هيحصل، وفي بعض من قلقي حصل وبعض من تفاؤلي برضه حصل. تعال نتكلم واحدة واحدة ونبدأ باللي حصل في المسلسل وإيه رأينا فيه، هل يستحق كل ده ولا لأ؟ بس قبل كده متنساش تعمل لايك للفيديو، ولو أول مرة تتفرج على القناة يا ريت تعمل سبسكرايب وتشرفنا في القناة. مسلسل بالطو الصراحة كفكرة عجبني جدا، الفكرة مختلفة وجديدة وحلوة وبحس إن كده في دم جديد، روح جديدة طول المسلسل، يعني ناس جديدة أول مرة تشوفهم، تمثيلهم حلو، أفكارهم حلوة. من أكتر مزايا في المسلسل ده إن هما مش بيمثلوا قوي، أنا حاسس إن هما بيتعاملوا بطبيعتهم، يعني الناس دي طبيعتها في الحقيقة كده. يعني الديالوجات والكلام والحوارات طبيعية بشكل مبالغ فيه، وأكتر حد كان طبيعي جدًا بشكل مبالغ فيه فعلًا هو البطل عصام عمر، طبيعي أوي يا جماعة، طبيعي جدًا، أنا حاسس إن أنا باتكلم مع واحد صاحبي دمه خفيف، أو هو مش عارف إن دمه خفيف، هو بيطلع تلقائي كده فبيقول حاجات تضحك، على الرغم من الناس دي أول مرة تعمل الكلام ده، يعني كل المخرج أول مرة، المؤلف أول مرة، الممثل أول مرة يبقى ياخد بطولة كاملة، فكل حاجة كانت أول مرة حرفيًا. واللي ضايقني شوية إن المسلسل شبه مسلسلات كتير أوي يا جماعة، يعني هو القصة نفسها شبه مسلسلات كتير أوي، حد يعني بغض النظر عن الآلي اللي اتحطت فيه، وإن هو خد بطريقة كوميدية وإن هو بقى رئيس الوحدة والكلام ده، بس هو شخص غير مسؤول، غير ناضج، لسه ما اتخرجش، لسه مش عارف يعمل إيه في حياته، بيتحط في موضع مسؤولية هو مش قده، ويبقى فيه شرير ما بيحبوش بدون أي سبب خلاص، ويكون بيحب البطلة اللي هو بيحبها، يعني القصة موجودة قبل كده 100 مرة. في حين إن كان في حاجات تانية فرص كتير أوي تستغل في المسلسل ما حدش استغلها، يعني أنا على عكس المتوقع فأنا متضايق جدًا إن المسلسل خلص قبل ما يبدأ، فاهمين قصدي؟ أنا دايمًا باحب المسلسلات اللي هي 10 حلقات، 6 حلقات، لكن المسلسل خلص من قبل ما يبدأ، يعني قبل لسه ما البطل يخش في الأحداث ويخش في العالم المسلسل خلص. أنا يعني واثق ومتأكد إن ده فرش لأجزاء تانية، وإن حتى الأوضة اللي في آخر الحلقة ده يعني عشان يبين لك إن في شغف ويا جماعة عايزين جزء تاني والكلام ده، فالموضوع يعني تجاري سيكا في الحتة دي، بس أنا حاسس إن كان المفروض يبقى في أحداث أكتر، حاجات تحصل أكتر، يعني يبقى في مشاغبة أو عداوة مثلًا تحصل ما بينه وبين دكتور أكتر، بينه وبين شيخ مبروك أكتر، ما لحقتش. مس حلمية برضه يعني دورها طول الوقت حلو، فجأة طلعت إنها شريرة طب ليه وإمتى وإزاي؟ وما خدش باله من الكلام ده. كوثر يعني فجأة كانتش طايقاه، فجأة بقت معاه، كروتة زيادة عن اللازم اللي حصلت. في كروتة في المسلسل سيكا يا جماعة، يعني أنا عارف إن ده مش هيزعل ناس كتير مني، بس أنا بحب المسلسل جدا بالمناسبة ومت من الضحك حرفيا. في بعض المشاهد كنت بقهقه بعيط من كتر الضحك على الإفيهات اللي بتتقال، إنها إفيهات تلقائية وطبيعي تسمعها، يعني حاجة كده اللي هو أنت ممكن تسمعها من واحد صاحبك وهو بيقولها، هتلاقوني بكرر الجملة دي معظم الإفيهات والحاجات اللي بتضحك عشان طبيعية، كأنها خارجة من واحد صاحبك قاعد جنبك، مش في مسلسل أو مش في ممثل. بس العيوب الصراحة إن المسلسل اتاخد بنهج تجاري شوية. واتشد الصراحة عاملة أداء حلو في معظم الحاجات اللي بتنزلها، بس واتشد تجارية أوي زيادة عن اللازم، أو أنا عندي يعني عداوة شخصية بيني وبينهم، عشان كل ما أنزل فيديو عن مسلسل تقريبا لو خدت لقطة من التريلر أو الحاجات اللي هو بينزلوها ونزلتها في ستوري معايا أو نزلتها في محتوى الفيديو نفسه، بوم بيدعوني واحدة سترايك على طول، فيعني أنا جالي 2 سترايك بس من واتشد. عايزة فلوس بأي شكل، فبتحاول تعمل حاجة تكسبها أو تعمل أكتر من جزء عشان ياخدوا ربح، وأنا أخدت بالي فعلا من الحاجات اللي بيعملوها. بس المسلسل حلو، يعني المسلسل عجبني أوي والقصة والعالم بتاع ده عجبني أوي، بس أنت ما استغلتوش كويس، ما وصلت يعني ما لحقتش تدخل في العالم، ما لحقتش تعمل حاجة. ال10 حلقات دول يعادلوا مثلا 5 حلقات من المسلسلات العادية، إذا مثلا مسلسل زي الغرفة 207 كان حلقة تقريبا كانت في حدود 45 دقيقة ساعة. الفكرة الأحداث اللي حصلت قليلة أوي، أنا ما لحقتش أندمج في المسلسل. والمسلسل حلو، أنا يا جماعة مش بهاجم المسلسل حلو، أنا بهاجم طريقة تناول المسلسل. مسلسل بأفكاره وقصصه والإفيهات اللي فيه والحاجات اللي فيه حلوة كلها، بس اتناولت بطريقة غلط. يعني متهيألي لو شركة تانية، لو حاجة زي شاهد مثلا لإنتاج المسلسل زي ده، أعتقد كان هيكون في كلام تاني، كنا هنشوف مسلسل حلو أوي 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 عن كده، كنا هنلحق نحس بالمسلسل.
كنا هنلحق نستمتع بالمسلسل أكتر من كده شوية. مسلسل كوميدي لايت خفيف حلو جدًا، مش واخد نفسه بجدية إطلاقًا، ممكن يبقى أحسن من كده بكتير، بس طريقة التناول أو طريقة الإنتاج أو الشركة المسؤولة عنه خدت الموضوع بطريقة سوقية شوية عشان يكسبوا من السوق. بس كان ممكن يبقى أحسن هل هو وحش؟ لأ، مسلسل حلو جدًا، الممثلين والإخراج والتأليف كله حلو جدًا، باحييهم وما باحييش الشركة المنتجة. بس تقييمي النهائي للمسلسل هو 7/10 عشان الشركة المنتجة. لو أنت عندك رأي تاني اكتبه في الكومنتات، أو لو أنت متفق مع رأيي برضه قُل لي في الكومنتات. بس كده، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير، لايك، وسبسكرايب. أول مرة تتفرج عليَّ يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجاية أول بأول. سلام.